السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي ندويو فيه على موضوع ديال علاش عينينا كيدمعوا فاش كنحسوا بالنعاس. اولا، العينين ديالنا فيهم واحد الغدد الدمعيه صغيره ومحيطه بالعين ومسؤوله عن انتاج الدموع، ماشي دائما غير فاش كنبكيو، بل هي كتنتج الدموع باستمرار باش تحافظ على الرطوبه ديال العين والحمايه ديالها. فاش كنحسوا بالنعاس كاين بزاف ديال الحوايج كيأثروا على العمل ديال هاد الغدد الدمعيه، منهم معدل الرمش للعينين. فمعدل الرمش كيقل مما كيؤدي الى جفاف سطح العين، وهنا كتستجب الغدد الدمعيه وكتقوم بانتاج المزيد من الدموع باش تعوض هاد الجفاف. ثاني حاجه، التثاؤب اللي مرتبط بالنعاس. فاش كنثاءبوا العضلات ديال الوجه كتضغط على الغدد الدمعيه، الشيء اللي كيؤدي لافراز كميه اضافيه من الدموع. حاجه اخرى اللي كيأثر على الغدد الدمعيه هو في اخر النهار فاش كتكون عيان، الغدد الدمعيه كتكون اكثر حساسيه بسبب الاجهاد المتراكم، وهذا الشيء كيخليها كتنتج دموع بسهوله اكبر. هناك ايضا تغيرات الهرمونيه المرتبطه بدوره النوم واليقظه، واللي كتأثر ايضا على نشاط الغدد الدمعيه. فزياده انتاج الدموع هو ايضا آلية من الجسم باش ينبهنا، لانه هذه الغدد الدمعيه كتعمل كنظام تنبيه طبيعي للجسم اللي كينبهك بضروره النوم. وتذكروا باللي هذه العمليه راه طبيعيه تماما وضروري لصحه العين. وفي المره القادمه الا حسيتوا بالنعاس وبداو عينيكم كيدمعوا، عرفوا باللي راه الغدد الدمعيه ديالكم كتقوم بعملها على اكمل وجه. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا عندكم شي سؤال وبغيتو نجاوب عليه اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه. تهلاو.